أول سؤال معكوس الضرب للعدد سالب 3 أس كام؟ أس 2 بيساوي سالب 3 أس 2 سالب 3 في نفسها مرتين. سالب في سالب 3 في 3 بتسعة، 9 رقمها. أنا عايز المعكوس الضرب، يعني بعمل إيه؟ بشارك. هيبقى كام؟ هيبقى 1 على 9. تمام. يلا عندي كام 7؟ يبقى 7 أس كام؟ أس 3 وإكس أس كام؟ وإكس أس 2. اللي بعده الصورة الأسية، يعني ال 125 دي بتساوي كام أس كام؟ فاكر الشجرة؟ تمام. هي 125 دي يا عم عبد كام؟ بتبقى اسمها كام؟ أو كام في كام يدينا 125؟ 5. طب عملت إيه؟ جبتها مباشر كده؟ وأقول 5 أس 3. هو كام في كام يدينا 525؟ شاطر، لأن الخمسة 5 تمام. فتبقى 5 أس 3. ماشي. قول انت يا عم عبد الله. بس ركز، وهنا بقول لك 7 اكس اس 0. ايه؟ 7 اكس اس 0 زائد 2 اكس لكل اس 0. تمام؟ دي يا جماعه نفس الفكره قبل ما اقولها. بس فاكر لما كنت بقول لك سالب الاثنين اس 2 مش الاس ماله؟ زوجي. بيشيل السالب. طب لو انا كتبتها كده سالب الاثنين اس 2 هل السالب هيتشال؟ لا، هي نفس الفكره هنا. هنا الاس الصفر ده على ال 7 اكس ولا على الاكس بس؟ على الاكس بس. على الاكس بس. يبقى السبعه كده كده زي ما هي، واكس اس صفر اي حاجه اس صفر بكام؟ واحد. يعني 7 في 1 بكام؟ ب7. زائد 2 اكس هنا في اقواس، يبقى الحد كله الاس بتاعه كام؟ صفر. يبقى الناتج كام؟ 1. يبقى 7 زائد 1 بيساوي 8. السؤال اللي بعده، وقلنا كمان انت كنت غايبه في الحته دي، قلنا ان 1 اس اي رقم بيدينا برضه كام؟ بيدينا 1. تمام؟ 1 اس اي رقم 1. تمام. الاحترام بتاعك ده اللي تقعد يعني من اخر الدنيا عشان تجيب لي القلم. شكرا يا سيدي. حبيبي ما تخافش مش هتضرب. طيب يلا بس ركزوا بقى في الحته دي. هنا 1 اس 100. تمام؟ فالناتج طبعا هيبقى ايه؟ هيبقى 1. هنا 1 اس اي حاجه ب1. طيب خلي بالك بقى زائد هنا سالب 1 اس 101. فهنا اللي هيفرق معاك او اللي هو عايز يوقعك فيه يعني ان طبعا تقول له 1 وطبعا غلط. ليه؟ هو الاس ده فردي ولا زوجي؟ 101 دي فردي ولا زوجي؟ فردي. والاس الفردي هل هو بيشيل اشاره؟ لا. فيبقى الناتج سالب ايه؟ سالب 1. الشرطين جايين ورا بعض يبقى هنضربهم في بعض. الموجب في سالب يبقى 1 ناقص 1 بيساوي صفر. ماشي. الفكره اللي بعدها كنا خدنا طبعا ده بتاعت الشجره وعايزين نخلي الاساس عدد اولي. يلا ال 32 كام في كام؟ 32 هي بتقول 4 في 8. يلا والاربعه الاثنين في 2 و8 2 في 4 والاربعه تاني 2 في 2. طبعا مش دول اصبح معايا كام 2؟ 5 هتبقى 5 أس 2 بالعكس 2 أس 5 2 أس 5 وكده اللي عملته على 2 أس الصفر. 16 نعم 16 في 16 لا قصدك 2 في 16 مش 2 أس 16. 16 في 6. لا بص فرق 2 في 16 غير 16 في 2. انت قصدك قصدنا يا جماعه ان ال 32 هعملها بدل 4 في 8 2 في 16. تمام بس ما اقولش 2 أس 16. تعرف يعني ايه 2 أس 16؟ يعني 2 في نفسها 16 مره. 16 أس 6 معناها 16 في 16 و16 في 16 مش 32. لا طبعا 16 زائد 16 استنى سيبه هنا. يلا مروان بقول لك ايه اذا كان البي بيساوي 4 خلاص يا جماعه نركز. بي بتساوي 4 والاي بتساوي 3 او من قيمه رقم 1 اي اس بي. طب الاي بكام؟ الاي ب 3. تمام؟ بص كام؟ بص سالب الاربعه. ممكن نجيب قيمتها وممكن نساويها زي ما هي. تمام؟ بس هو بيقول لك اوجد قيمه يبقى انت لازم تجيب القيمه يعني. تمام؟ سالب 3 اس سالب الاربعه. اجيب قيمتها ازاي؟ خلي بالك الاس عندك الاس سالب ومش بعرف اجيب قيمته الا لما كنت بعمل ايه في الاساس؟ بشقلبه. تمام؟ فانا هخليها 1 على 3 أس 4 ودي معناها 1 على 3 في نفسها كم مره؟ 4 مرات. تمام؟ الثلاثه في 3 9 والثلاثه في 3 9 في 9 يبقى 1 على 81. 1 على 81. تمام؟ ما انت هتضرب 1 في 1 في 1 4 مرات و3 في 3 4 مرات. طيب السؤال الثاني A ناقص B الكل أس 2. الA بكام؟ 3. الA ب 3.
ناقص البي سالب الأربعة، الكل أس كام؟ أس 2. شوف أنا ماشيها خطوة خطوة أهو، تمام؟ القوس ده زي ما هو، السالب في سالب يبقى 3 زائد كام؟ 4. الكل أس 2. 3 و4 7 أس 2 يعني 7 بكام؟ ب 49. اللي بعده بيقول لك عايزين نجيب تمن A في B أس 2. إيه المشكلة؟ التمن ده يا عم عادل يا عبد الرحمن زي ما هو. في ال A بكام؟ ال A 3 وال B بكام؟ بص البي لا سالب 4. سالب الأربعة ما تنساش الأس كام؟ أس 2 هتساوي 1 على 8 زي ما هي. ركز بقى، شيل الأس زوجي يبقى بيشيل الإيه؟ يشيل السالب، تمام؟ و4 أس 2 يعني كام؟ 4 في 4 4 في 4 16. تمام؟ هيبقى عندك 1 على 8 في 3 في 16. ممكن واحد ذكي يقول لك ايه بقى؟ يقول لك انا هبسطها بدل ما احسبها بالاله الحاسبه. هيقول لك على 8 فيها الواحد، على 8 فيها الاثنين، والاثنين في 3 بتساوي 3. ممكن تحسبها مباشر على الاله عادي جدا، هتقول 1 على 8 في 3 في 16 يطلع لك برضه 6. يبقى احنا قلنا ماشي. يلا زيزو. اوجد في ابسط صوره سالب 2 على 3 أس 2 سالب 3 على 2 أس 3 في 1 على 7 أس 6. صلي على النبي الأول ما تستعجلش. طب ماشي، هتجمع أسس مين ومين؟ الأولى والثانية. أيوه كده شاطر، لأن الثالثة ما لهاش علاقة بيهم أصلا. تمام. يبقى بس خد بالك من حاجة، بس الإشارة اللي هو يوقعك فيها دي. تمام؟ تعال ماشيها خطوة خطوة. مش الأس هنا إيه؟ نعم. يعني زوجة. يبقى نشيل السالب. شيل السالب. تمام؟ لما اجي اقول يساوي بقى، هل هكتب 2 على 3 عم زيد وجمع الاسس ولا اكتب سالب 2 على 3؟ سالب 2 على 3. دي الحته اللي عايزك تاخد بالك منها. تمام؟ ليه؟ لان هيبقى في سالب هنا والاس فردي بيطلع الاشاره بره. فانت هتحط السالب عادي جدا وهتقول 2 على 3 اس اجمع بقى 2 و3 كام؟ 5 في 1 على 7 اس 0. واي حاجه اس 0 بكام؟ بواحد. هيساوي سالب طبعا 2 على 3 في نفسها كام مره؟ 5 مرات. يبقى 2 على 3 الكل أس 5 هيبقى بيساوي سالب 2 أس 5 ب 32 على 3. صلى على النبي. يلا يا ساندي. هنا بقى الحته دي في الترم الاول انا عارف انك فاكرها. تمام؟ ايه هي؟ هو العادي. طيب ايوه شاطر صح. عشان قلت لك دي طبعا الداير 2 من 10 داير بس 2. فما دام هو رقم كنا بنحط كام؟ 9 لو رقمين 9 تمام في المقام ده. 99. لا انا بقى. فالمهم هيبقى 2 على 9 أس كام طبعا؟ أس 2 في 1 على 2 أس 2 زي ما هي. اشتغل عادي بقى. 2 على 9 في نفسها كم مرة؟ مرتين. اشتغل بقى على طول الاثنين في 2 4 9 1 في 1 2 في 2 4. مش 4 بس 4 وطام اشيلهم مع بعض هيبقى لنا 1 على 1 على 1. السؤال اللي بعده 3 أمثال العدد 3 أس 5. هي 3 أمثال دي أنا هضرب في كام؟ 3 هي اللي بتقول هضرب في 3 بس ماشي. هيبقى 3 أس 5 مضروبة في 3. هي 3 دي الأس بتاعها كام؟ 1. وفي الضرب بعمل إيه في الأسس؟ بنجمع. هيبقى 3 أس كام؟ يبقى 3 أس 6. أس 6 زي الفل. يلا مروان إكس أس 2 في إكس أس سالب 4. مش ده ضرب؟ هتعمل إيه في الأسس؟ هنجمع الأس. هيبقى إكس أس 2 ناقص كام؟ طبعا واحد هيقول لي ازاي انت بتقول هجمع الأس وحضرتك بتقول 2 ناقص 4. ما انت كده كده هتقول 2 اهو 2د الأس الثاني اللي هو سالب كام؟ 4 والموجب في سالب بسالب. يبقى انت كانك بتقول 2 ناقص 4 و2 ناقص 4 سالب 2 يبقى بيساوي اكس أس سالب الاثنين. افرض انا ما لقيتهاش كده في الاختيارات تمام؟ هلاقيها ازاي؟ مش الأس سالب اعمل ايه؟ هشقلب. تمام؟ هتبقى 1 على اكس الكل أس كام؟ يلا سالب 3 أس 2. الحته دي يا جماعه والله مهمه. تمام؟ خلاص اللي طبعا قلتها هنا بس هنشوفها. يلا طب سالب 3 أس 2 طب ايه يا استاذ؟ الفرق 9
ليه؟ لا عشان هضرب طب والسالب ده شلته ليه؟ عشان السالب يشتغل. أهو طب صلي على النبي، لو أنا عملت لك كده استنى يا زميلي. لو قلت لك كده سالب 3 كده نص 2 هتبقى كام؟ هنشيل السالب عشان الأس اه يزود. طب هو هنا فوق هنا الأس الاثنين ده على 3 ولا على السالب 3؟ عن ثلاثة. طب أنت ليه قلت بقى لما سألتك في الناتج قلت لي 9؟ يبقى حط السالب زي ما هو، ليه؟ الأس هنا على 3 بس، تمام؟ 3 أس 2 ب 9، إنما هنا طبعا الأس على السالب 3 هو هنا يقدر يشيل لك السالب، و3 أس 2 ب 9، فرق ما بين دي ودي. اللي بعد الفكرة دي مهمة جدا. أنا أصلا ما علينا، سؤال مهم، بص يا حمود صلى على النبي. بقول لك إذا كان الام بتساوي 2 ان، تمام؟ هو بيضحك عليك بالرموز خلي بالك، تمام؟ المهم إن الام والاثنين ان دول قد بعض. طيب واي رقمين قد بعض متساويين يعني، تمام؟ لما اطرحهم من بعض يبقى الناتج ايه؟ صفر، تمام؟ حلو، تعالى بقى هنا، هو بيقول لك 4 اس ان ناقص الاثنين ان، مش انت قلت لي من شويه ان الان والاثنين ان دول متساويين فوق، وانا هطرحهم من بعض هيبقى الاس بتاعي عندي فعلا كام؟ صفر، فيبقى 4 اس صفر بكام؟ اي حاجه اس صفر؟ واحد، يبقى الناتج واحد، سؤال تافه جدا، تمام؟ هو اللي عم زيد ايه اس 4؟ هو عشان خاطري برضه مش شاطر يعني؟ طبعا يا جماعه هو بيضحك عليكم انت متعود اللي هم ضرب، وانت دول بقى في الضرب بجمع الايه؟ الاس. طب ده ضرب ولا جمع؟ جمع. هو لو قلت لك في الجمع بنعمل حاجه؟ ما خدناش ولا جمع ولا ضرب. الفكره دي برضه جديده، هنعمل فيها ايه؟ قال لك خد واحد منهم عامل مشترك، تمام؟ هناخد ال 4 اس ايه عامل مشترك. طبعا لما تاخد عامل مشترك كانك بتقسم عليه، واي حاجه على نفسها الناتج كام؟ واحد، هيبقى لك كام واحد؟ 4 واحد، تمام؟ واحد زائد واحد هيبقى اصبح عندك 4 اس ايه في 4. الاربعه دي الاس بتاعها كام؟ واحد، تمام؟ وانا في الضرب بعمل ايه في الاسس؟ بجمع الاس، هيبقى 4 اس ايه زائد كام؟ ايه زائد واحد. هي دي الفكره، خلي بالك بتتكرر كتير والله الفكره دي. يلا صلي على النبي. عندي 2 اس 3 2 اس 3 في 2 اس سالب 5 على 2 اس 6 في 2 اس سالب 3. في الضرب بعمل ايه؟ هيبقى عندي 2 اس 3 ناقص 5 سالب 2 على برضه عندي تحت ضرب، تمام؟ عندي 6 ناقص 3 كام؟ 3. اصبح عندي دول اسم. في الاسم بعمل ايه في الاسس؟ بطرح الاسس، تمام؟ يبقى الاثنين اس، ركز بقى، ركز عشان تتلخبط فيه. هو الاس اللي فوق كام؟ سالب 2. الاس اللي فوق سالب 2 ناقص الاس اللي تحت اللي هو كام؟ 3. نفس الاشارات، بحط نفس الايه؟ الاشاره واجمع ولا اطرح ونجمع، هيبقى سالب كام؟ سالب 5. سالب 5، يبقى 2 اس سالب 5. افرض انا ما لقيتهاش كده في الاختيارات، عشان تكتب بالك، بص يبقى سالب بعمل ايه؟ بشالب الاساس، تمام؟ فهيبقى معناها 1 على 2 اس 5. ممكن بقى تلاقيها بالقيمه بتاعتها 1 على 2 اس 5. 2 اس 5 طبعا لسه قايلينها هنا من شويه، اللي هي بكام؟ هي 2 اس 5 بكام؟ ب 32. ممكن تلاقيها 1 على 32 ايا يكن بقى. طيب يلا يديلك ان البي سالب 4 على 5 والايه 1 على 5. ودي اوجد القيمه المطلقه، خلي بالك، بي اس 2 على اي اس 2. صلي على النبي، هساعدك حاجه بسيطه، تمام؟ اركن القيمه المطلقه دي على جنب، بس لازم تحطها في اعتبارك يعني. البي اس 2 هي البي بكام؟ بسالب 4 على 5. حلو، سالب 4 على 5 الكل اس كام؟ اس 2 على ايه اس 2 هي البي بكام؟ 1 على 5. 1 على 5 اس كام برضو؟ الاس زود، يبقى الاشاره مع السلامه. 4 اس 2 يعني 4 بكام؟ صح؟ 4 في 4 4 في 4 16 على 5 اس 2 يعني 5 في 25 25 على 1 اس 2 1 في 1 مش صح، بواحد على 5 اس 2 5 بكام؟ 25 ب 25. بص بقى، عشان احسبها ممكن برضه تحسبها بمشي العدد بالآلة، بس احنا ممكن نحسبها ازاي يعني؟ حاول ما تستخدموش آلة كتير. هنقلب العدد فيه بتاعت ابتدائي اصلا يعني. هيبقى 16 على 25 دي زي ما هي. لما اقلب العدد فيه مش انا كنت بشقلب اللي بعد 25 على 1 25 بسط و25 مقام طارد مع بعض، يبقى لنا كام؟ 16.
يعني 16. هتقول 16. طيب اللي انت جايبها كام؟ 16 ليه؟ خلي بالك انا كان معايا قيمه مطلقه تمام؟ اللي هي بتحذف الاشاره السالبه او بتشيل الاشاره السالبه ماشي؟ طبعا الناتج كده كده طلع معايا بالموجب فخلاص انت مطمن. ملهاش لازمه القيمه المطلقه حاجه. ركز يلا يا مروان بقول لك هنا برضه اكمل. انا عايزه يعني اكمل اعمل بالقص يعني تمام؟ هي تحسها سؤال تاني. وهنا بمشي بالراحه بس. مش هنا في الضرب يا مروان بجمع الاسس. حلو. الأس هنا كام؟ سالب 4. المفروض انت بيقول لك ايه؟ سالب 4 زائد كام؟ تمام مضارب يدينا اول واحد ده وامتى الناتج يطلع معايا واحد لما يبقى نص الكام؟ انا استاذ لما يبقى صفر. تمام؟ لما يبقى نص صفر يبقى الناتج واحد. طيب انا هنا عندي سالب 4 سالب 4 اضيف لها كام يدينا صفر؟ اضيف لها 4 يبقى هنا كام؟ 4. طيب ايه؟ ناتج واحد اهو. وعشان يبقى سالب 4 وموجب 4 صفر واي حاجه في انا يا استاذ. واحد. قول يا استاذ. انا والنبي يا استاذ. قول يا ماما. بي اس كام على لا استنى. مش اتنين دي اسم. هنا اسم بعمل ايه بالاسس؟ ايوه كده شاطر. بطرح الاسس. كام ناقص 5 يديني 7. ايه ده كام ناقص 5 يديني 7؟ اه اجمعهم مع بعض. 12. كام يبقى قلت كده؟ اكتب بينك. هنا مثلا يا لهوي يا جماعه مش عارفينها. كام؟ اكس مثلا زائد سوري ناقص الخمسة بيساوي 7 كأنها معادلة عادية. بدل الخمسة بعكس الإشارة 5 و7 كام؟ 12 يبقى هنا ال 12. طب هنا خلي بالك هنا اسمه برضه يعني طرح 3 ناقص كام يدينا 5؟ 8. 8 ناقص كام؟ اه يدينا 5 ناقص كام يدينا 5. مش انت مش عارفها؟ بص اهي 3 ناقص الاكس يساوي 5. يا جماعة استنى مش انت عايز تجيب قيمة اكس؟ تعال نشوف هنجيبها ازاي. هنقل التلاتة بعكس الايه؟ الإشارة فيبقى عندك سالب اكس زي ما هي خلي بالك من الإشارة بتساوي طبعا التلاتة راحت بالسالب يبقى دي 3 كام؟ 5 ناقص 3 كام؟ 2 بس هنا سالب اكس يبقى السالب اشيله من هنا واديه هنا يبقى الاكس بكام؟ سالب 2 ازاي هنا ده 12 عشان 12 ناقص 5 يدينا 7 طب هتقول لي ازاي 3 و2 عندي سالب 2 يديني 5 مش فاهم اقول لك مش ده اسمه؟ بعمل ايه باللوتس؟ بنطلع اللوتس تعالى نطلع كده من بعض اللوتس الاول كام؟ 3 واللوتس الثاني 5 اللوتس الثاني سالب 2 يبقى ناقص السالب الاثنين مش دول شرطين ورا بعض؟ اضرب يا باشا سالب في سالب موجب 3 زائد كام؟ 3 زائد ما انت قلت موجب هتبقى 5 سالب 2 بتساوي 5 نفس اللوتس ولا مش نفسه؟ يبقى انت هتفهم هتلاقي الموضوع سهل تمام ما تحفظش حد مش فاهم؟ لا تمام؟ لا لا فاهم كله ايه؟ طبعا مش هتنقل طبعا الحمد لله حلوهم هتاخدهم واجب ماشي حلوهم ايه؟ انت كل مره